السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال يا رب. النهاردة بقى كده يوم جديد، قلت اوريكم بقى روتين جديد كده ومختلف. نعمل بقى فطار في البيت كده ونعمل غدا على طريقة مامتي بقى، وان شاء الله الروتين ده يعجبكم ويكون مختلف بالنسبة ليكم. هنا كده بقى كنت جبت بيضة، بتضربي بيضة وتحطي عليها الطعمية، مش محتاجة يعني بس بوريكم. قلت لها بقى سيبوني انا هعمل لكم الطعمية النهاردة. ابتديت ان انا بقى اعمل الطعمية زي ما انتم شايفين كده، ونزلتها في الزيت بقى، ولا تقولي لي نجف ولا الاستاذ بقى. بصي مفيش بعد كده. بصي الجمال، طالعة مقرمشة وتحفة وريحتها ايه تجنن، مش قادرة اقول لكم جمالها كان عامل ازاي. هنا بقى كان طبعا الاكل المصري المعروف بقى يوم الجمعة ده بعد الصلاة كده بقى، الفول والطعمية والمخلل بقى وايه، واكلة بصراحة تستاهل بقكم. هنا بقى طبعا بعديها لازم تحبسي بالشاي كده، شاي بالنعناع بقى واوعى. ولقيت بقى وانا كده بنشرب الشاي، لقيت فيلم هارلي شغال، قلت ايه ده لسه بيتعرض المفروض في السينما وكده. قعدت بقى اتفرجت عليه بصراحة، يعني هو حلو كده وعجبني. وقعدت بقى اتفرجت عليه وكده، وبعد كده قلت بقى ايه اقوم اشوف اللي في المطبخ بقى، لان ايه كنا هنعمل حاجات. قلت لها بقى انا اصورك بقى تعملي النهارده الباميه كانت هتعمل بتنجان، قلت لها انا نوريهم بقى طريقتك في الباميه والبتنجان عامله ازاي. هنا بقى كنت انا غسلت الباميه وشطفتها كويس وحطيتها في المصفى تتصفى، وبعد كده عصرت عليها ليمون وسبتها ايه تتصفى كويس عشان ما تمزلقش وكده. وده البتنجان بقى كنا حطيناه يعني يتسلق وكده. وبعد كده هنا بقى جبنا التومة وحطينا عليها ملح وكمون وليمون وخل. ولو عايزه تحطي فلفل اختياري براحتك، بس طبعا هو الفلفل الموجود كان حراق وانا ما بحبش الحراق يعني، فما حطيناش فلفل. المهم بقى دي طريقتنا بقى في الباميه، بس هي طريقه ماما. هنا بتحط بقى البصله كده تتشوح، بعد كده بقى نزلت بالطماطم زي ما انتم شايفين معايا. وبرضه هي ما بتعملهاش اي افتكاسه خالص، هي حاجات بسيطه. بس مش قادره اقول لكم جمالها بتطلع عامله ازاي، والله بتطلع طعمها تحفه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا كده بتحط حطيت قلت لكم البصل، ونزلت بالطماطم. وبعد كده بقى بتجيب التوابل، هو التوابل اللي بنحطها ملح، فلفل اسود ومرق الدجاج. بس هي طبعا كانت محيقه في شوربه الفراخ وكده، فاخدت الشوربه بتاعتها وحطيتها زي ما انتم شايفين. وايه وهتحط بس تكمل بقيه التوابل، الحاجات ايه اللي يعني ناقصه وكده. هنا حطت ملح، وكانت يعني دقت عايزه سنه ملح وكده، حطت برضو شويه ملح صغيرين. وايه وبعد كده راحت حطت بقى الباميه يعني. طبعا انا الباميه قلت لكم انا كنت غسلاها وكانت زي الفل ما فيهاش اي حاجه. بصوا بقى، بصوا ولا مزلقه ولا اي حاجه. طبعا دي يعني عشان بسبب الليمون، بصراحه الليمون بيخليها تبقى جميله معاكي ولونها زاهي كده، بصوا تحفه. هنا كنا نزلنا بالباميه كده وابتدينا بقى نسيبها. هي ماما هتحط دلوقتي معلقه توم، دي برضو حاجه كده بتميزها، بتديها طعم جميل جدا. وبتسيبها بقى ايه تستوي مع بعضها. في ناس بتعمل البامية طشة، يعني بتعملها زي الملوخية بالظبط، تعمل طشة وكده وتطشها وكده. دي طريقة. وممكن برضو تعملي الطريقة ان انتي بالشكل اللي وريتهولكوا ده وبتسيبيها تتسبك، وبصي الشكل النهائي بيبقى طعمها رهيب بصراحة، هتعجبكم جدا بإذن الله. وده البتنجان بقى طبعا بعد ما فتحناه كده وقطعنا الراس ودخلنا بقى ال يعني الخلطة بتاعته كده. وبصوا الشكل النهائي بقى. لو عجبكم متنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.